عشاق الإثارة والتشويق ومن مختلف الأعمار والجنسيات اجتمعوا في أكثر المنافسات شهرة، تحدي الصحراء. مشاركتنا نحن في هاي بطولة تحدي الصحراء كتنظيم من قبلنا ننظم الفعالية، ونفس الوقت عندنا مشاركين في 20 كيلو. البطولة هذه تنقسم لثلاث مراحل: 20 كيلو، 10 كيلو، 5 كيلو، وفي قسم خاص للأطفال مسوينه. البطولة يعني فيها عدة موانع، كل 500 متر حاطين مانع، كل مانع يختلف عن الثاني. يعني المسافات هي تقريبا ماخذة أغلب الموانع في المدينة. الموانع عبارة عن حواجز يجتازها المتسابق، تكون كحاجز مانع انه ما يقدر يجتازه بسهولة. كل ما بعدت المسافة كل ما صعب المانع عليهم. السباق ينقسم إلى عدة فئات وعدة مستويات بحسب الأجناس والأعمار. يتنافس المتسابقون فيما بينهم على تجاوز عدد كبير من العقبات تصل إلى 30 عقبة، ويتوجب على جميع المشاركين أن يتمتعوا بلياقة بدنية كبيرة وصحة جسمانية عالية. اللعبة هاي طبعا لازم تعتمد على التكنيك وعلى اللياقة البدنية. طبعا هي تحمل، فأنت لازم يكون عندك اللياقة طبعا موجودة، عندك تمرين، تكون عندك جاهزية، العضلة عندك جاهزة، التغذية، الأكل، النوم من وقت، الأمور هاي كلها. بس تفرق يعني ان انت ما بتلعب لعبة معينة، مثلا في الألعاب ما بدش 100 متر ولا ماراثون 10 كيلو. عندنا 10 كيلو لكنها موانع، فهني انت محتاج للتكنيك، محتاج للقوة، محتاج لطولة البال، محتاج للصبر. تعطي كل يعني كل حاجز او كل لعبة تعطيها الراحل المطلوبة. انت كيف تتجاوز هذا المانع؟ التحدي يختبر القوة البدنية والذهنية للمتنافسين، بالإضافة إلى اختبار مهارات العمل الجماعي واللياقة البدنية العامة. لذلك يتطلب الكثير من التدريب والتحضير من قبل المتنافسين. البطولة تستقطب سنويا أفضل ممارسين الرياضة واللياقة البدنية وأعداد كبيرة من هواة التحدي والقوة. وهكذا يضم تحدي الصحراء مجموعة من التحديات الرياضية المختلفة في عامه الثالث على التوالي، ليكون منصة مثالية لعشاق المغامرة والصعاب. نايل الجوابرة من دبي، تلفزيون دولة الكويت.